ده منتخب بيلينجهام، ومحدش يقدر يقول لك لا يا جماعه ده مش عشان جاب الجون في الدقيقه الاخيره وبتاع. لا، منتخب بيلينجهام، وده تقدر تسميه من دلوقتي. ولو المنتخب خسر تحمله على بيلينجهام، ولو كسب تحمله على بيلينجهام برضو. هتقول لي ايه يا عم النغمه اللي انت ايه الدخله اللي انت دخلتها عليا دي دلوقتي؟ عشان اقول لك اللي انت مفيش لعيب عنده دم من لعيبه الانجليز يعتبر هو بيلينجهام، ومش عشان جاب الجون في الدقيقه الاخيره، لكن هو الوحيد اللي كان بيجري. يعني بالرغم اللي هو كل الاحترام والتقدير لسلوفاكيا اللي هي كانت عامله مباراه جميله وكانت تستحق اللي هي اللي تكسب، بس انت عشان الامكانيات والفرق الشاسع فانت مش تبقى لايقه خالص. يعني اللي هو سلوفاكيا طلعت الانجليزي، هو مش بعيد عادي. وخلي بالك انا مش شايف ان انجلترا يعني فاهم هتكمل عامه في البطوله بالاداء ده، لكن انت عشان لعبت بامكانيه واعمارها كبيره فحوار البدني بيفرق برضو. دي نقطه بس نكون معترفين بيها وما نقدرش نغيرها في الكلام. لكن انت النهارده بتشوف اداء من ساوث جيت عامه، العشوائي، الراجل العجرافي، الراجل اللي هو حمار ما بيفهمش اي حاجه. كنت هموت واعرف يجيبوا ترجمه كده هو بيقول ايه للعيبه عشان اعرف تحركات اللعيبه دي فيها ايه. يعني مخلي لك ساكا كان باك شمال، هو كان من زمان، من ايام بقى اللي اما كان طالع من الاكاديميه كان فعلا بيلعب باك شمال. بس انت جاي يعني هي ده وقته ما عندكش اي حد تاني يعمل المهمات دي، او حتى من الخط النص مش قادر تعملها يا معلم. ماشي يا معلم، انت من بدايه اصلا الماتش كده نبتدي كده بالصلاه على النبي. انت الجون اللي هو اللي جه الاول، انت 4 من سلوفاكيا قدام 3. لا مش هجمه مرتده، دي كره طوليه عادي ما فيهاش اي حاجه، بيستلمها الراجل. كان المفروض يلعبها للمساحه، كايل ووكر يعني فاهم بيغطي عشان يسيب المساحه للواد ويعرف يحل عليها. الواد غفلهم كلهم وقال لهم ايه، في واحد وراكم اصلا، يعني غير الاثنين التانيين وهو التالت، لا في واحد رابع بقى. خد الجون يلا يا معلم، خلص الموضوع. وانت كده ما تبقاش مستغرب وتقول ايه ده، الله 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 في ايه يا جماعه، انا هو الموضوع كبر للدرجه دي ولا ايه؟ لا يا صاحبي كبر فعلا للدرجه دي ودخل فيك جون. طب انت هتعمل ايه؟ انا هبني الكره من تحت. طب هرفع، ترفع لمين يا حبيبي؟ انت بترفع كور ليه في الاظهره اللي هم مش موجودين اصلا، اللي هم بيحاولوا اصلا اماكنهم الاساسيه هي مركز 10 اللي بيلعب فيه بيلينجهام، اللي كان متقفل عليه تقفيل ابن لذينه في الشوط الاول. فانت اصلا انت بتستغرب في ايه؟ انت مستغرب في ايه اللي انت سلوفاكيا عملت عليك ماتش وبتلعب بسلاسه؟ يا جماعه انا اعرف اصلا اعرف المنتخب ده بسكنيار ولبودكا، يا سلام يعني فاهم، لبودكا يا سلام اللي هو بتاع نابولي، بس ما اعرفش اي حد من اللعيبه دي، حتى اللي جاب الجون ما اعرفوش. انت فاهم النقطه؟ بص انت يعتبر انت الموضوع مهين لدرجه ايه؟ مهين اللي انت المفروض عامه اللي انت المفروض تخلص الماتش في الدقيقه 90، تخلص الليله دي كلها والهري ده كله. انت تعبت نفسك على الفاضي، وهتلاعب خصم تقيل، خصم مش يعني متغير عن الفرق اللي انت لعبتها دلوقتي في البطوله. الدنمارك دي اقوى فرقه اللي انت حاليا لعبتها، وسلوفاكيا كانت احسن كمان. لكن انت تشوف النهارده الشخصيه مش موجوده، اللعيبه معدومه الشخصيه. بيلينجهام هو اللي خلاهم رجع لهم الروح المعنويه اللي موجوده في الفريق، ومحدش يقدر يقول كده عامه، برغم ان اللاعب اصلا شكله منهك. وصيغه اللي انت السبب يعتبر نسبيا يعني يعتبر المنتخب تعبان بسبب اللي انت بتدي رأي للجمهور. يعني ما يبقاش في صحيفة فاهمني في الانجليزي ولا في لندن بتدي نسبة اللعيبة اللي هي تلعب في الخطة، وانت بتسمع الكلام وبتعمل. هل دي صدفة ولا لا؟ يعني انت تقول لي الكسندر ارنولد كان ما يلعبش في الجبهة دي، تنزل جالجر. الماتش اللي فات نزلت جالجر يا معلم، صباح الفل. صدفة ولا انت ايه الدنيا؟ اعتقد اتمنى ان هي تكون صدفه، بس انت اي حاجه مش بعيده عن الانجليز عامه. الانجليز مش بعيد عنهم، الحاجه الوحيده المميزين فيها اللي هو التيشيرت ده. انا جبت التيشيرت ده فاهمني، هو عجبني مش عشان انا بشجعه بس، يعني فاهم. هي دي النقطه اللي انا اقدر اتكلم فيها، ودي النقطه اللي انا ما اقدرش اقول لك حاجه اللي هي تبين لك اللي انت المنتخب ده يقدر يعمل اي حاجه في البطوله. الراجل الجون بتاع بيلينجهام جون جميل. هو على فكره
لحظة سرحان المفروض اللي ده انسب وقت اللي بتوع منتخب سلوفاكيا يركزوا فيه عشان يعملوا يصنعوا تاريخ عامة. ما قدروش يعملوها وريحوا في اخر دقيقة، والدقيقة دي فاهمني بتبقى بضع سنين لبيلينجهام. يعتبر تحس ان هو شايف العالم كله ببطء، مش زي ميسي لا في الكرة دي عامة. عملها يا معلم، يعتبر غير لك الماتش مجراه كله في بداية الشوط الإضافي الأول. كرة يعني فاهم من المهاجم اللي نزل توني فاهمني. كرة يعني اتعملت بالراس كده فاهمني. وانت كده عامة شفت هاري كين فاهمني، هو بيزيد في الزيطة يعني فاهم. انا مشفتوش يعني في الحاجات الحاسمة. هو بني ادم فقر، والناس اللي تقولك اللي هو فقر عشان المنتخب، لا هو اصلا منتخب فقر من زمان يعني. هو حتى النجمة اللي هي محطوطة دي هي واخدة بالسرقة اصلا يعني. فدي محدش يقدر يتكلم فيها ومحدش يقدر ينكر فيها. تمام، بس عشان كنت اشوف حاجة كده واتأكد منها. بس انت عامة يعني النقط اللي انت تقدر تتكلم فيها اللي انت انجلترا لازم تحسن. ويعتبر المنتخب ده كان محتاج جادون سانشو بأمانة. ومعرفش ساوث جيت انت مقضيها مصالح ولا ايه الدنيا. انا عايزك تخسر ليه؟ عشان تغور في داهية وتفهم الانجليز عامة اللي هي مش يعني عشان لازم يبقى في مدرب انجليزي. عادي خد اي واحد من بره يا معلم، مش لازم يعني تقلد الايطالي ولا الاسباني ولا ده حتى البلجيكي يعني فاهم بيغير. البرتغال بتغير، ولا حتى كمان المانيا انتوا منتخب حمضان بامانه. ما عدا بيلينجهام حرفيا الراجل هو اللي عامل لكم صيت عامه في البطوله. ويا حظ الريال بامانه، وما نقدرش نتكلم غير كده بصراحه. واتمنى عامه يعني في التحسين، عشان انت النهارده انا شفت بلاوي. حرفيا. انت ساكا يلعبوا لك باك شمال ومش عارف لا مؤاخذه يعني انت فاهم. ديكن الرئيس انا ما اعرفش هو بيلعب في مكانه فين اصلا، خط نص ولا بيلعب في المدافع بيسقط مع المدافعين. كايل ووكر من اسباب المباريات اللي هو عملها برغم اللي هو المنتخب كله. مارك ده اللي هو المدافع اللي ورا ده انا ما اعرفش فيه ايه، مش فاهم. كون الاولاني بسببه اصلا مش قادر ينط ولا قادر يعمل. تلعبوش بقى ولا هتسمع من بتوع الصحيفه الانجليزيه اللي انت بتسمع منها ساوث جيت. انت تسمع منها اصلا تبقى راجل معدوم الشخصيه كده، راجل مهزأ، راجل عره. ده ينفع؟ رد. ده ينفع؟ لا، يبقى نحترم نفسينا، نلعب بامكانيات اللعيبه. مش واخد لي اسامي على الفاضي. واخد لي اسامي على الفاضي حطيته يعني. انت واخد لي كميه لعيبه في جبهه واحده. قول لي انا هحتاجه ازاي يعني؟ انت لدرجه اللي انت مكسوف تطلع بتوع ساكا عشان بتوع الارسناليين بتوع لندن ايه؟ ما تطلعه من بدري يا عم، ما تطلعه. هو وحش النهارده، ما تطلعه يا عم. على الاقل تريحه لو انت اتأهلت. كول بالمر راجل يعني. انت عشان برضو يعني فابريزيو رومارو حاطط صور برضو قبل ما يبدا الماتش. فانت ايه مش عايز تزعل الناس دي فاهمني. بتودي يا معلم. فبس ده الموضوع. ويعتبر مباراة بالنسبة لإنجلترا انهاك بدني على الفاضي، لكن احترام وتقدير لسلوفاكيا. عملت مباراة كبيرة وتستحق الاحترام والتقدير. كانت لو مع منتخب اقل من انجلترا للدرجة دي فعلا كان كسبه وكان هيكسب المنتخب ده. ويعتبر في حوارات كتير كده بتحصل، والواحد يعني مش معترف بمكسب للانجليز عامة. واحتفالاتهم مبالغ فيه عشان هما زي ما بيقولوا هما اللي مخترعين الكورة ومش عارفين يلعبوا كورة اصلا. سلام.